فمن الحقائق المسلمات أننا نموت، ومن الحقائق المسلمات أن مآبنا ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الحقائق المسلمات أيضا أن نهاية الشوط إما إلى جنة وإما إلى نار، فالأمر جد كله ليس فيه شيء من الهزل. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تعالى الله الملك الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا عبثا إنما هو ظن الكافرين. قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أما أهل الإيمان فقد قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فأنت أيها السائر إلى الله عز وجل هل تعرف طريقك؟ طالما أنه في نهايته نار أو في نهايته جنة، هل أعددت للأمر عدته أم أنك استخففت بالأمر كله؟ نحن نريد أن ندلك على الله سبحانه وتعالى،